عيديات زمان بقى وما ادراك ما عيديات زمان. يعني انا حضرت العيديه ربع جنيه ونص جنيه وجنيه وخمسة جنيه، وبعد كده 10 50. وطبعا على ايامي كان الغني قوي كان بيدي 5 جنيه. ال5 جنيه بقى كنت تنزل تنغنغ نفسك بيها. كان طقوس كده اول ما بناخد العيديه ونبتدي بقى ايه بدايه الخروجه. الخروجه دي كانت بدايتها الساعه 7 الصبح، لك ان تتخيل. يعني كنا بنبتدي خروج الساعه 7 الصبح. كنت انا في بيت عيله وولاد عمي وولاد عمتي، ونبتدي بقى الخروج. اول حاجه طبعا لازم ب5 جنيه لازم نروح ناكل اول حاجه الفخفخينه، نتمشى شويه في الشارع. كان في كيكه كده بتتباع كانت بنص جنيه، ده كانت حاجه غاليه جدا يعني، ما كناش بنجيبها غير في الاعياد. ربع جنيه بقى كان بيجيب ايه الربع جنيه؟ بباريزه لب، بباريزه سوداني، وبشيلن ملبس. الربع جنيه كان بيجيب الحاجات دي كلها. كيمو كونو دوت برضه كان من الحاجات الاساسيه في العيد. العاب زمان بقى يعني المراجيح. كان في ساحه كده لازم يبقى فيها مراجيح. مراجيح ما بقتش زي زمان. يعني كان زمان على طول في الاحياء الشعبيه لازم تلاقي المراجيح دي اساسيه. دلوقتي الاجيال اللي طالعه يعني موضوع المراجيح ده بالنسبه لها شيء عادي. لعبه البلي دي كنت فاشل فيها جدا يعني. كنت دايما انزل بالبلي اخسره واطلع معايا لامي. المسدس الساقية ده اللي كانت بتركب له الطلق وتقعد تضرب بيه، ده كان اختراع بالنسبه لنا يعني، كنا بنحبه جدا. نزل بعده بقى كان احدث صيحه كان مسدس الخرز. طبعا البومب والصواريخ ده كان شيء اساسي في العيد، يعني العيد ورمضان طبعا. اللعبه بتاعت النشان ديت عمر ما حد كان بيكسب فيها. طبعا دي ازياء زمان كانت لطيفه كده وخفيفه، والله كانت جميله كده ورقيقه.